الواد بعد ما طفشت له الممرضه جاب لي صحفيه. تعالي يا حبيبتي تعالي طفشها لك برضه. كوكب الارض معاه رقمك ومقضياها رغي في التليفون ليل ونهار. طيب بعيدا بقى على ال3 ساعات اللي انت بترغيهم مع اختك في التليفون، فانا على الاقل بقعد ارغي في التليفون اقل منك وبعرف اجيب معلومات عشان تعرفي تتفرجي على التلفزيون بالليل وتلاقي حاجه تشغلك. انت بقى اللي بتقعدي تتمرقعي على ده وتضحكي مع ده علشان تطلعي لك بعنوانين صحافه صفرا. وحضرتك ما تعرفيش ان كل مهنه فيها الكويس وفيها الوحش، وان ده بيحصل في كل المهن في الدنيا؟ مش معنى ان في كام مجله وكم موقع بيشتغلوا كده يبقى كلنا كده. انا صحفيه تحقيقات بفضل الف ورا 16 مصدر علشان بس اتاكد من معلومه واحده. وانت عادي بقى ترجعي لي الساعه 1 بالليل ولما اكلمك تقولي لي كنت بغطي حادثه. طب ما انا عايزه اغطي الحادثه دي الاول. وبعيدا عن ان الكلام ده من العصور الوسطى، بس ما عداش عليكي اي حد من الجيران ممكن يتاخر في شغله بالليل عشان عنده ضغط شغل؟ زي لو واحده بتشتغل في مصنع ولا واحده في صيدليه. انا زيهم على فكره، لما بتحصل حاجه كبيره في البلد ببقى مضطره اسهر علشان اغطيها، علشان ادور على المعلومه وما تقوليش صحافه صفر. ما قلتليش بقى انت عضوه نقابه ولا شغاله بالقطعه؟ بتقبضي بالدولار يا بت؟ دولارات يا حاجه. انت ما تعرفيش احنا بدل النقابه اللي احنا بناخده ده كام اصلا؟ ده لو عرفنا ندخل النقاب. ده غير ان في شغلانتنا دي كتير شغالين من غير تامين صحي ولا تامين ضد المخاطر اللي بيتعرضوا لها اصلا. احنا على باب الله يا حاج. تتعاملي مع جهات خارجيه؟ عندك اجندات؟ ما انا ببقى شغاله ليل نهار علشان بس اكشف دول، علشان تيجي انت بالليل تعرفي تتفرجي على معلومه تفيد وتعرفي الناس دي بتعمل ايه في البلد. بت بتشوفي فنانين وتتصوري معاهم وهتفضلي لابسه لي بقى محزق وملزق وتقولي لي ده طقم المؤتمر اصل رايحه بالفستان ده المهرجان؟ يا طنط عيب عليكي، ده ابنك كل شويه يقول لي عايز انفيتيشن لماما، دي نفسها تتصور مع الممثل الفلاني موت وتقعد مع الفنان العلاني. حلال عليكي في الهلس وحرام عليا في الشغل. شويه شويه بنت تقولي انك هتمثلي وتتباسي. الله يا حد ودينا الله غير زي حضرتك. يا طنط اقفلي بقك، اللي انت بتتكلمي فيه ده اعراض ناس، عيب. والصالون ده بقى هيفضل مليان ناس، مين عايز يدخل ابنه مدرستي ومين عايز يوظف ابنه. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي اتنفخي تشربي سجاير انت تاني؟ ما ابنك بيشرب سجاير. اولا انا ما بشربش سجاير، بس لو قربنا من حمام بيتك كده ممكن نشم ريحه سجاير، فسيطري على اللي جنبك الاول وانصحيهم هم بدل ما تنصحي مخالق ربنا. وهتسافري بره مصر لوحدك ولا هتجرجري الواد ده معاكي في السفريات؟ هو مبدئيا انا مش رايحه اتفسح، انا بروح اغطي فعاليات ومؤتمرات انا مدعوه ليها علشان بمثل المكان اللي انا بشتغل فيه، ما بيعزمونيش علشان سواد عيوني يعني. ثانيا الدعوه بتبقى فرديه، مش حفله هاخدكم كلكم معايا يعني، مش رايحين بلطيم. واد يا تامر خد البت المايصه دي من قدام، ابقى نقي لك مهنه عادله بقى. عاوزه موظفه تروح الشغل الساعه 8 الصبح ترجع لي الساعه 2. جو سترونج اندبندنت وومن ده خلي لي التلفزيون، ما ينفعنيش الجو ده هنا. مش عارف مصلحتك يا. على فكره انا مش جايه علشان توافقي عليا او ترفضيني، انا جايه افهمك بس. وخدي ابنك جنبك.